بص معايا كده هنا، عشان تتفادى اي مشاكل عندك ان التاتش يعلق او يركن او الشاشه عندك تسطر او تجيب خطوط. اعمل حاجه واحده، اول حاجه تشيل البلاستر الازرق ده وتشد الفلاته بالراحه على الشاشه زي ما انت شايف كده، واحده واحده. وبعد كده تشيل اللحام الزياده او اللزق الزياده اللي بالطريقه دي خالص بتاعت الكاميرا، اهم حاجه من فوق برضو. نيجي عند اهم نقطه اللي هي اللحام. اللحام هنا بالراحه في الجنب، واحده واحده، ويكون خفيف مش عميق عشان ما تخش في الشاشه. وناخد بالنا على السنسور فوق هنا، وننزل النزله الثانيه. نيجي بعد كده عند اهم حاجه او اهم اللحام اللي هو الحته الاخيره عند الهيد في الفلاته تحت. لازم ننزل باللحام لتحت كده بالعلبه، ونخليها فوق على اول طرف الشاشه عشان اللحام ما ينزلش تحت. او نلحم القطعه اللي في الشاسيه نفسه من تحت لحام برضو خفيف. ليه كده؟ علشان اللحام ما ينزلش منك جوه والشاشه معاك تضلم او تسطر او تعطل او التاتش يوقف. بس كده انت كده في امان، والزق وتوكل على الله، وهتبقى الشاشه معاك ان شاء الله اطول فتره ممكنه من العمر. تحياتي ليك، بحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.